أين كنت غائبا يا بغبغ؟ لم أرك منذ فترة. لقد سمعت أن الجد قد أصيب اليوم في يده، فذهبت لزيارته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لابد أن أذهب إلى جدي بسرعة حتى أطمئن عليه. سوف يسعد الجد بزيارتك له، لأنه يحبك جدا يا عمر. أشكرك يا بغبغ لأنك أخبرتني بمرض جدي. السلام عليكم يا جدي، كيف حالك الآن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير والحمد لله يا عمر. سوف أخبر أبي وأمي وأخي مهندا وأختي سلمى حتى يأتوا لزيارتك. لا تزعجهم يا عمر، ولا تخبرهم بهذا الجرح، إنه جرح صغير. أسأل الله أن يجعلك من الصابرين. آمين. الصبر صفة عظيمة من صفات الأنبياء والمرسلين، والله تعالى يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. حدثني يا جدي عن أجر الصبر. إن الله يعطي أجرا عظيما على الصبر. يقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كم أنا سعيد بك يا جدي وبصبرك، وأسأل الله أن يجعل هذا الجرح في ميزان حسناتك. جزاك الله خيرا يا عمر على هذه الزيارة. هنيئا لك الصبر يا جدي، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين.